السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. حقق المنتخب الفرنسي الأولمبي فوزا هاما على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة ضمن مباراة دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس. ويلتقي منتخب فرنسا مع المنتخب المصري في الدور قبل النهائي للبطولة والمقرر لها يوم الاثنين المقبل. منتخب فرنسا مستضيف الأولمبياد تمكن من تخطي الأرجنتين بعد أيام ماضية من الجدل المثار بين البلدين بسبب هتافات إنزو فرنانديز العنصرية. وقام فرنانديز ببث مباشر عبر حسابه على منصة انستغرام، ودار اللاعب مع زملائه في منتخب الأرجنتين عقب الفوز بلقب كوبا أمريكا 2024 وهم يغنون أغاني عنصرية. كانت من ضمن العبارات العنصرية إهانة للاعب منتخب فرنسا أصحاب البشرة السوداء، وهو ما أغضب لاعب تشيلسي وزملائه فرنانديز من منتخب فرنسا وعلى رأسهم ويسلي فوفانا. بدأت المباراة بحماس كبير بين المنتخبين ليأتي الهداف جون فيليب ماتينا ويسجل الهدف الأول المبكر في الدقيقة 5 بعد ركنية من الجانب الأيمن وجهها بالرأس. احتفى هنري والرفقاء بالهدف، وشهد الشوط الثاني 3 بطاقات صفراء واندفاعات بدنية قوية من الجانبين. في الشوط الثاني بدأ المنتخب الأرجنتيني بتهديد حقيقي، لكن حارس المنتخب الفرنسي جويلي مريسيت وقف بالمرصاد. قرر هنري خروج لاكازيت في الدقيقة 10 الأخيرة بعدما أهدر المنتخب الأرجنتيني العديد من الفرص السهلة من خلال ألمادا وجوليان الفاريز. الفرص المتتالية المهدرة ضغطت ماسكيرانو أكثر ليعترض على قرارات الحكم بشدة ويحصل على بطاقة صفراء. على الجانب الآخر كان تيري هنري يترقب ما يحدث ليأتي الهدف الثاني عن طريق ميشيل أوليسي، ليركض المدرب الفرنسي وكأنه في رعان شبابه يحتفل ويصرخ وتنجرح حناجره، ولكن يعود الحكم لتقنية الفار ويلغي الهدف. بعد إلغاء الهدف في الدقيقة 86 احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل الضائع. لم يستغلهم المنتخب الفرنسي وأهدر أهدافا محققة، وتحديدا عن طريق لوشيانو جوندو في الدقيقة 99 بعد تمريرة جوليان الفاريز، ولم يصدق ماسكيرانو نفسه ويسقط أرضا من شدة الصدمة. تلك الصدمة تحولت للجمهور الأرجنتيني بالكامل الذي شاهد خروج منتخب بلده أمام أصحاب الأرض ليظهر الديوك من التانغو بعد حوالي 20 شهرا في أستاد لوسيل بنهائية كأس العالم في قطر. هذا الفوز يؤهل منتخب فرنسا لمواجهة مصر في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس على ملعب جروباما في مدينة ليون يوم الاثنين المقبل في 10 مساء بتوقيت القاهرة، والسعودية 8 بتوقيت المغرب.